فيلمنا بيبدأ بجون سامدون، سواق محترف سابق عايش في حاله وبيحاول يوفر لقمة عيش لبنته ومراته من شغله اللي مبقبضش فيه إلا $300 بس في اليوم. وبنشوفه وهو رايح البيت وبيخش على مراته يطمن عليها وبيطلع فوق لبنته عشان يطمن عليها برضه، ويادوبك بينزل تحت بيلاقي مراته مقتولة. وبنشوف الشخص الملثم ده هو بيرش عليه منوم عشان يلبسه القضية، وفعلا بينام وبيصحى بيلاقي ان الشرطة بقت فوق دماغه. ومن هنا حياته بتقلب 180 درجة، وقبض عليه بعد المحاكمة لمدة 6 شهور. بيتنقل بعد المحاكمة على السجن ده، والسجن ده بيبقى معروف بسباقات الموت، وتفضل بعربية محاربة فيها كمية أسلحة مهولة تفضل تحارب انت وعدوك لما واحد فيكو يموت وواحد فيكو يكسب. وبنشوف بعدها على طول برضه الضابط أولريك لزنزانته، وبيخش زنزانته وبنلاقي اللي فيه اكتر من شخص جوه وكانوا عاوزين يضربوه. بنشوف الضابط أولريك وهو بيضحك عشان سمع صوت ضرب، بس معرفش اللي احنا معانا وحش عنيف. بيرجع تاني بالله خلص على الكل، ويقوم جاي قايل له وقعوا عادي، ويومنا بيخلص وبنروح على طول لتاني يوم. وبنشوف الاشخاص دول هم بيتدربوا، وبتخش عليهم واحده وبتكون مديرة السجن اسمها هانسي. وهانسي دي مش بتدير سجن وخلاص، لا ده بتدير بيزنس كامل، بتعمل سباقات موت، وبيكون ملايين بيتفرجوا على اللايف بتاعها على المواقع الخاصة بيهم، بيدخل لها ملايين الدولارات في اللايف الواحد. وبنرجع تاني لجينس وبيكون قاعد في حاله ولا ليه دعوة بأي حد، وكان قاعد بيتغدى ومرة واحدة بنلاقي الشخص ده قاعد قصاده وقام جاي رايح يحتفل في الأكل. وبنشوف شخص جاي من وراه وبيقول الشخص ده قتل مراته وكان بيعذب بنته، المفروض نعمل فيه ايه؟ وبنشوفه اللي هو كان خلاص راح يضربه، بس بيلاقي جينس واخد باله من كل حاجة، وبيقوم جاي نازل فيهم ضرب وتخبيط ومبيرحمش ولا واحد فيهم. وفي الآخر واحد بيخبطه بوكس، ومرة واحدة الأمن بيجي يمسكه وبيثبتوه. وبنشوف بعدها على طول اللي أولريك بدأ ياخده وداه عند ينسي، وينسي دي بتكون شديدة جدا ما بترحمش أي حد. وبنشوفها وهي بتكلمه وبتقول له على خبر ليه ممكن يفرحه، وساعتها بتقول له كان عندنا بطل أسطوري للسباقات والناس كلها بتعشقه ومات في سباق من اللي فاتوا، واحنا محتاجين حد يلبس القناع بتاعه ويكمل مكانه. لو قدرت تفوز بسباق واحد تعتبر نفسك اللي انت بقيت حر، عشان هو كسب 4 واللي يكسب 5 ورا بعض بياخد حريته. وبتقول له يا انت كده لو كسبت واحد بس هتاخد حريتك وتخرج لبنتك. وجينيس طبعا ما بيفكرش مرتين، يوافق على طول. وتقوم جاي له ده من حسابك ما عادش الا يومين على السباق، وبتاخده وبتروح لفرقة فرانك، وبتروح وبتكلم الشخص ده وبيكون اسمه الكوتش، وبتقول له دوت اللي هيقوم بدور فرانك الجديد. تاخد بعضها وبتمشي، ويبدأوا اللي هما يتعرفوا على بعض بعدها عشان يكونوا تيم واحد. ويبدأ الكوتش يعرفه على المكان، فالمكان ده بيبقى قدام جينس، وجينس بيقول له طب المكان ده ليه متغطي؟ بيقول له لغاية الآن محدش يعرف. لاقي اللي جينس بيقول له انا نديك باسم ايه؟ بيقول له الكل هنا بيناديني باسم الكوتش، ناديني انت كمان باسم الكوتش. وعلى طول بنشوف اللي الكوتش خده وراحوا على المكان اللي فيه العربية، وبيبدأوا يحكوا له عن كل حاجة من ناحية العربية والأسلحة اللي موجودة والمدرعات اللي بتبقى موجودة. فبنلاقي اللي جينس بيقول له طب هو فين الطلق والقنابل والمتفجرات اللي احنا هنستخدمها؟ بنلاقي اللي الكوتش بيقول له من حسابك ده كله بيتفعل اوتوماتيكي وانت بتلعب، يعني مفيش اي حاجة بتحصل وانت بتلعب. وبياخدوه بره وبدأوا يحكوا له عن كل لاعب موجود بيلعب معاه، وبيعرفوا ساعتها اللي الشخص اللي اتخانق معاه في المكان اللي كان بياكل فيه بيكون اسمه باتشينكو، وده بيكون من أخطر المسابقين اللي هو ممكن يشوفهم. وفي متسابقين كتير عندهم حالة هستيرية أو نوبة عصبية بتجيلهم وبيكونوا متوحشين جدا، فخلي بالك من كل اللي بيحصل حواليك. وعلى طول بنشوف الشاشة داخل عليهم وبيكون اسمه ماشين، وبيقول لهم أنا سمعت اللي فرانكو هيلعب، الكلام ده صح؟ بنلاقي جينس بيقول له ما تسمعش عشان الكلام بيتقال كتير، فبيسألهم بيقول له مين السجين الجديد؟ بنلاقي اللي الكوتش بيقول له ده كارد الميكانيكا، فبنلاقيهم لما بيضحكوا. بنلاقي اللي ماشيين بيقول ده بقول لفرانك اللي انا هخلص عليه، والسباق ده كله بيني وبينه وبس. وبعدها على طول بنشوف اللي جينس واقف مع المديرة وكانت بتحكي له عن كل حاجة بيعملها فرانك من الصغيرة للكبيرة عشان الكل يعرف اللي هو لسه عايش. وبنشوف هما طالعين في الممر والكل كان بيقول كلمة واحدة بس، فرانك فرانك، وكانوا بيشجعوه جدا وعارفين اللي هو مسابق ضخم. وبنشوف على طول وهو طالع بره ورايح يركب العربيه بتاعته. وبنشوف بعدها على طول الكوتش وهو بيقول له حبه معلومات
كان فرانكو بيعملها، وبيقول له فرانكو عمره ما اتكلم مع اي مسابق ولا عمره في حياته بيبص لاي حد ولا بيدي اهتمام لاي حد. وبنشوف على طول اللي هو راح ركب عربية السجن دي بينزل منها بنات كتير، وكل بنت بتتوزع مع عربية شكل، والبنت دي بتروح مع جينز، والبنت دي بيكون اسمها كيس. وعلى طول كوتش بيروح له بيقول له اخلع القناة هادي، الازاز بيكون عازل لكل حاجة. كيس بتكون عارفة اللي فرانكو اصلا مات، وبيبدأ البث المباشر، وبنشوف اللي اصلا اللي بيسمع البث المباشر لازم يدفع فلوس، وبتكون فلوس البث كتير جدا، وبتكون المستفاد منه هو بديرة السجن وبس. وبنشوف على طول المسابقة بدأت، وبيكون الحرب شغالة بمعنى كلمة. بيكون كيف بيبص على فرانك وكل تفصيلة عشان تعرف هو بيعرف يسوق ولا لا، وفعلا بتعرف اللي هو بيعرف يسوق. ومش كده وبس، بيكون سواق بارع بس ما بيعرفش اللي هو يتحكم في الطلق وكده. بتبدأ اللي هي تدله على الاختصارات بتاع الطرق، وبتقول له خش من هنا، ودوك بتخش بنلاقي اللي هو بقى أول واحد في المتسابقين. وبنعرف اللي هو ما بيعرفوش يستخدموا الأسلحة إلا لما يكون في زر على الأرض بيبقى عامل زي علامة السيف كده، وده أول ما بيتكوا عليه بيتفعل عندهم ضرب بالنار تلقائي من نفسه، والكل بيضرب في بعضه. في علامة اللي هي علامة درع دي برضه بيدافع بقى عن نفسك، ممكن توقع زيت أو أي حاجة من الشنطة تموت اللي وراك. وعلامة الموت أول ما تتك عليها بنشوف على طول اللي في واحد دخل في السيوف دوت وعربيته انفجرت، وكده عرفنا هما بيعرفوا يضربوا ازاي. وبنشوف على طول اللي ماشيين مش سايب جنس في حاله وماشي وراه يضرب فيه، ومرة واحدة بنشوف اللي الشخص دوت طار قدامه وماشيين مرحموش ضرب، وفجأة يرمي عليه زيت. وبنشوف على طول اللي هو واقف، وبنشوف الراجل هو فرحان بس الفرحة بتاعته ما بتكملش. وبنلاقي المسابق الصيني على طول دخل فيه وقلبه على طول بيطلع صاروخ وخبطوا فيه، والعربية بتنزل متدمرة بس هو بيطلع عايش. وبنشوف هو طالع قدام الكاميرا وبيهدد المديرة بيقول لها انا مش هموت بسهولة انت فاهمة. مرة واحدة بنلاقي اللي فرحته ما كملتش وماشيين بيخش عليه بالعربية وبيطير رقبته من مكانها. وبنروح على طول بعدها لجينس، هو كان عاوز يضرب بالنار بس بيلاقي اللي الجهاز متعطل، وكيس اللي جنبه بتقول له نطلع اعمله، وفعلا بالله قاعدة تخبط فيه والمساعدين كلهم بيضربوا فيها على اساس ان هم يموتوها بس ما عرفوش يجيبوها. في الاخر فعلا بتعرف تصلحه، دول تخبيط في بعض. بيجي واحد من ورا جينس عشان خاطر اللي هو يضرب عليه، فجينس بيبقى عاوز ينزل عليه زيت بس بيلاقي البتاع متعطله، فبيقول لكيس تعالى اقعدي في حضني، تبقى مستغربه جدا بس بترضى في الاخر وبتقعد على رجله. وبنلاقي اللي هو قام جاي مشغل انقاذ المساعد، وبنلاقي اللي الكرسي طار في السماء وبيخبط في الحدين اللي فوق وبينزل على العربيه اللي وراه. وكيس بالله طالع من سقف العربيه بتقول له مع السلامه، وبتقوم جاي رامي عليه بتاع بتفجر العربيه بتاعته. بنلاقي اللي ماشيين دخل في العربيه وخلص عليه فعلا، وبنلاقي اللي هم مكملين السباق عادي، وجينس يروح قصاد الراجل ده، والراجل ده بيعمل له نفس الحركه اللي عملها وهو بيموت مراته. وبنشوف فعلا اللي هو اللي كان قاتل مراته، وجينس بيتاكد مليون في الميه اللي هو اللي قتلها. وبنلاقي اللي جينس ما خدش باله من اللي جنبه، وبيلاقي اللي ماشيين جه خبطه قبل ما يخلص السباق بمراحل صغيره، وبكده يكون جينس خسر اول سباق ليه ويساله سباقين هنشوف هيعمل فيهم ايه. وبنشوف على طول اللي جينس راح عند هنسي وبداوا يتكلموا مع بعض، وبيقول لها طلعي الحراس بتاعك دول بره، وفعلا بتامرهم اللي هم يطلعوا برضه بيخرجوا. وبنشوف على طول هو بيقول لها انا شاكك في مسابق من الطريقين اللي هو اللي قتل مراتي، بتقول له فعلا انت جاي هنا عشان انت قاتل مراتك. فبتقوم جاي له اسمع انت لسه لك ماتش واحد وتخرج، فانت لو عاوز تخرج مفروض تطلع عشان تشوف بنتك. وبتطلع صوره لبنته وعيلتها الجديده، وبتقول له انت اجبد معايا دي وبقت تبعهم. فبنلاقي اللي جينس شد معاه في الكلام وكانت ماسكه السلاح وكانت عاوزه تضرب خلاص، بس جينس بيوافق على كلامها بياخد بعضه وبيخرج. وبيطلع للكوتش بيقول له انا شاكك جرة السجن هي اللي مدبره كل الامور ديت عشان تجيبني هنا، وهي اللي قتلت مراتي. وبنلاقي اللي الكوتش صدم من كلامه وبيقول له محدش يعرف الحقيقه الكامله، وبيقول له انا هساعدك لما تخرج من هنا وتشوف بنتك. وبنشوف بعدها على طول اللي جينس بيصلح عربيته بايده، والمساعد بتاعه بيقول له خد الصراحه، بيقول له لا. بنشوف مره واحده اللي قتل مراته ماشي من قدامه، وجينس بيشوفه وبيقول خلاص هناخد الصراحه فعلا، وبيلاقي له ماشي وراه، بيكون الشخص ده اسمه باتشين، وبيروح وراه فعلا. واول ما بيخش عندهم اللي رجاله باتشينج هجموا عليه وثبتوه وقاموا جاي رابطينه ينزل ده على رقبته، وباتشين كان عاوز يموته وقعد يدور البوكس، وكان راح خلاص يجيب المفك ده وكان خلاص هيخلص عليه، بس المساعد بيروح قام جاي خبطه بحاجه في كتفه من ورا وجي يطفش، قام جاي باتشينج قام جاي خبطه وقع على الارض، بس بالله اللي سون بدا يفوق عليهم وقام جاي مسكهم ونزل تخبيط فيهم كلهم مش راحم ولا واحد فيهم، وكان خلاص هيخلص على باتشينج بس الشرطه تيجي وتروح صعقات بتثبته مكانه. وعلى طول بنشوف السباق بتاعهم بدا، وبنلاقي اللي الكل بيسد عشان يتحرك وجينس الوحيد اللي بيكون ثابت مكانه، وكلهم بيطلعوا يجري فعلا، وجينس بيمشي على اقل من ميله وبيخش الطريق المختصر ده ويبدا يكلم كيس ويقول لها انت اللي موتت فرانكو المره اللي فاتت صح؟ فبتكون مستغربه جدا من كلامه وبتقول له ازاي، بيبدا يقول لها قولي الحقيقه احنا
ماشيين في طريق مختصر ومفيش هنا اي كاميرات، ممكن اخلص عليك حاليا. تبدا تحكي له بتقول له اللي مديره المكان هي اللي اتفقت معانا كده، عشان خاطر اللي بيفوز 5 مرات بيطلع من هنا، وهي مش عاوزه الحوار ده يحصل معاك. وبعدها على طول بنشوف هو بيقول لها اربط الحزام، وبياخد بعض على طول ويطلع يجري، وبيقابل فرانكو وما بيحلوش وبيبقى عاوز يخلص عليه بأي طريقه. وبنشوف بعدها على طول اللي هو اتقدم على فرانكو، وفرانكو بينزل فيه تخبيط بس كيس، بتقوم جايه للجنس انت بتعمل كده ليه؟ هو هيموتنا كده؟ بالله الجنس مره واحده قام جاي لافف على العربيه ومشغل ضرب فيها، وفضلوا يضربوا ببعض، ومره واحده يلاقي الجنس عادل نفسه تاني واخد بعضه وماشي. بيقوم جاي اللي كده دخان، وفعلا بيشغل الدخان وبيفضل ماشي وراه، وفرانكو ما بيشوفش حاجه قدامه. مره واحده بنلاقي الجنس قام جاي معدي من جنب العمود وفرانكو لبس فيه، وبنشوف على طول اللي جينس وقف مكانه وبيرجع تاني لورا. اول ما شاف فرانكو ونازل على الطريق بيروح له، قام جاي بص للكاميرا ومخلص عليه. وهاني ساعتها تاخدها كأنها تحدي، وفعلا بتؤمر القائد بتاعها وبتقول له طلع المدرعه من مكانها. مره واحده بنشوف في عربيه كبيره جدا طالعه من الجراج وبتنزل تخبط في اي حد وما بترحمش اي عربيه قدامها، تفضل تخلص على اي حد تشوف. وبنشوف ساعتها العربيه مش رحمه اي عربيه قصادها، بتخلص على الكل. وفعلا بنشوف اللي ما عادش الا 2 بس اللي عايشين، اللي هو جينسن وماشين، اللي هم بس اللي لسه عايشين. وتلاقي جينس بيكلم فريقه وبيقول له حولني العربيه لسه عايشه، وفعلا بيحولوا له عربيه ماشين. بيبدا يتكلم مع ماشين وبيعملوا خطه مع بعض ما تخرش الميه، وبيتفقوا مع بعض اللي هم يخلصوا على العربيه مع بعض. وفعلا بيتفقوا باللوم اللي هم يمتركوا جنب بعض وماشيين، ومره واحده بيتكوا على علامه الجمجمه. العلامه دي بتطلع على طول الاشواك اللي احنا عارفينها، والعربيه بتخش في الاشواك وبيحصل انفجار كبير جدا، والمديره بتكون مصدومه من اللي حصل ده. كل بيكون فرحان ومصدوم في نفس الوقت من اللي حصل، وبيكون بس من الستة اللي كانوا عايشين 2 بس. وبنشوف على طول بعدها ان ماشين وجينس وصلوا على السجن، والكل كان بيقول كلمة واحدة بس، فرانكو فرانكو. بالليل هم كلهم كانوا مبسوطين جدا وبيهللوا المكسب اللي هم كسبوه ده. وعلى طول بنشوف تاني يوم واقفين في الساحة دي كلها، وكانت المديرة تقول لهم على اللي هيحصل في الحلبة، وبتقول هو لسه بالظبط جولة واحدة لفرانكو يطلع بره السجن، ولسه جولتين لماشين، فنشوف مين اللي هيكسب بكرة. وبنتبقى مشهد وبنشوف اللي القائد بتاعها راح حط قنبلة في عربية سون عشان خاطر اللي هو أول ما يجي يتحرك يفرقعوها عشان ما يكسبش. وعلى طول بنشوف ماشين وهو رايح عند جينس وبيقول له أنا شاكك أنت فرانكو، مفيش حد غيرك، وفرانكو أصلا مات من الماتش الأولاني وأنا اللي كنت مخلص عليه، إزاي هو بيلعب وساطي وأنت لما كلمتني لقيت نفس نبرة الكلام هي اياه. قال له لا ما تخش في بالك، قول له بيبقى نبرة صوته واحده في قلب التليفون. فبنلاقي اللي هو سابه ومشى، ويبدا جينس يفكر، وبنلاقي مره واحده اللي هو راح عندهم وبيبدا يتكلم معاه وبيقول له احنا عاوزين نعمل مخطط. بنلاقي اللي ماشيين بيقول له انا هعمل اي حاجه عشان اكسب واطلع من هنا، انا مش هفضل قاعد هنا طول عمري، فاحسن لك تبعد عن طريقي. فجينس بيقوم جاي قايل له اعمل حسابك ما فيش حد هنا بيكمل 5 مباريات عشان يطلع، دي كلها لعبه عشان تلم فلوس من ورانا. بقول لك كلمه انت ممكن تقعد انت وفرانكو عشان تتكلموا مع بعض وتشوفوا الحوار ده، ويقوم جاي سايبه وماشي. بنشوف بعدها على طول المسابقه بتاعتهم بدات، وكيس بتقول له اعمل حسابك المدير قالت لي ما كيسبكش باي طريقه، وعطل اسلحتك وعطل كل حاجتك، بقول لها بس يلا. وعلى طول بنشوف ان المسابقه بدأت كلهم طلعوا يجروا، كان خلاص جينيس هيروح يتك على السلاح، بس القائد بيقول لهم طفوه، فعلا بيطفوه. بيجي ماشيين يعدي من عليه بالليل اللي هو اشتغل، وماشيين بينزل في ضرب. جينيس بيحاول اللي هو يعدي منه باي طريقه من الطريق ده، بس بيتدمر نص العربيه. بنلاقي مره واحده اللي جينيس بيقول لكيس فكي ظهر العربيه، وفعلا بتعمل كده. بنلاقي اللي ماشيين بيضحك بيقول عمر الواحد ما في غلطه مرتين. بنشوف مره واحده اللي ماشيين بيكلموا في اللاسلكي وبيقول له خد بقى مني صاروخين دمك، وفعلا قام جاي مديله صاروخين. كيس بيعدي منهم بالعافيه، ومره واحده بنشوف الحيطه اتكسرت وهم بيعدوا من قلب القنبله وبيعدوا الناحيه التانيه، وبتكون المديره والقائد مستغربين جدا ومش عارفين ايه اللي حصل، وبيكونوا هما الاتنين مخططين اصلا من كده من زمان، كان خلاص بيحاولوا هم يطفشوا. بس بالله عربيات شرطه كتير جه وراهم، وبالله على طول الهليكوبتر ديت فوقهم ما كانوش حللهم حرفيا. وبنشوف على طول اللي مطيرة السجن اتعودت تفرقع عربيه سونج، بس الكوتش بيكون عامل حسابه وعارف اللي هي عامله حاجه زي كده، ويكون واخد القنبله وحاططها عنده، وبنشوفها وهي عرفت اللي هي ما اتفجرتش. بنروح على طول لهم تاني وكانوا هربانين، وبالليل هو بيكلم ماشين واقف العربيه وبيقول له كل واحد يروح من طريق شكله ويتقابل في الاخر عشان خاطر كل واحد يروح معاه حاجه، بس الخطه بتاعتهم بتبوظ. وبالله العربيات كلها ماشيه ورا سونج وبيكونوا ماشيين وراه، وسونج بيتفق مع البنت اللي جنبه ما بنعرفش هو بيتفق عليه. ومره واحده بيشوف اللي حد هزح من قلب العربيه، والشرطه طلعت تجري وراه وما شافوش اللي قدح منها، وفعلا
بنعرف اللي هو سونج وكان متفق معاها اللي هو هيزعل، بعدها على طول بنعرف اللي هي اتثبتت مكانها وما عادش عارفه تروح في اي حته واتمسكت فعلا وبترجع تاني، وبنشوف سونج ماشيين هما ماشيين بقلب القطر ده، وبنروح بينا المشهد لمديرة المكان، وكان القائد باعت لها جواب وبيقول لها هو جالك هديه، وفعلا بتفتح بنلاقي اللي مره واحده المكان انفجر، وبيكون اللي بعت لها الهديه ديت هو الكوتش. وبنروح بعدها ب6 شهور وكان ماشين وسونج واقفين في المكان ده، واكبر مكان لتصليح العربيات، وبيخش عليهم العربيه ديت وماشين بيقول له احنا جايين ضيوف فعلا. بنلاقي اللي كيس هي اللي نازله وتنزل تسلم عليهم كلهم، وسونج بيقول لها تعالى اوريك حاجه، وبيوري لها بنته، وبيكونوا فرحانين جدا اللي هم خلصوا المهمه دي بنجاح. وبس كده خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واضغط اللايك المتين بتاعك. ولو انت عاوز اي فيلم جديد مني قولي تحت في التعليقات انا اعمله لك على طول. بشوفك في فيديو جديد وسلام.